السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده فيديو حلو قوي، ان شاء الله الفيديو النهارده هيعجبكم والروتين هيعجبكم جدا جدا. روتين كده حلو كده، كله تحفيزي وكله نشاط كده وطاقة إيجابية. هنغسل مع بعض كده السجاد على الناشف، وهوريكم أنا بغسله ازاي هظبطه يعني عشان خاطر بقى الشتا ان شاء الله كده نبدأ ان احنا نفرش كده ونظبط الدنيا. وكمان في موضوع مهم جدا جدا عايزة اتكلم معاكم فيه، ويعني ارجو ان انتوا تسمعوني في الموضوع ده وفي الكلام ده من الاول للاخر يا بنات. الكلام ده بصراحة حصل فيه، يعني انا جالي فيه كمية تعليقات، يعني بصراحة انا مش عارفة، بس يعني يلا الحمد لله. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، محدش عارف الخير فين يعني ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة في كل حاجة بيعملها في حياتنا سبحان الله. ف يعني انا جالي كمية تعليقات على تعليق انا كتبته في قناة. فبجد كمية التعليقات اللي جات لي دي، انا اول مرة يجيلي تعليقات، يعني انا القناة بتاعتي دي مفيش مرة جالي كمية التعليقات دي كلها، والله العظيم بجد. يعني انا جالي كمية تعليقات يعني كبيرة جدا جدا. فانا الام القاسية والام الغبية على بنتها، وانا مفيش في قلبها رحمة، وحسبي الله ونعم الوكيل، وحاجات كتير جدا جدا. فهنتكلم مع بعض كده في الكلام ده، وبالله عليكم بالله عليكم عايزاكم تسمعوا كلامي من الأول للآخر خالص. وبرضو أنا راضية بحكمكم، برضو راضية برأيكم برضو، وتقولوا لي برضو هل أنا صح ولا أنا غلط. يلا بينا نكمل الروتين وأحكي لكم على كل حاجة. بقى أفطر دلوقتي عشان بقى ورانا شغل كتير، ونشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. فطاري عبارة عن ايه؟ عبارة عن جبنة، سندوتش جبنة عليه بيض مسلوق، وهنا خياراية، وده بتاع رورو برضو. دي جبنة ودي خيار، بس ما خدتش بيض. ما حطيتش بيض. رورو مغلباني في اكل البيض ومش بترضى تاكله، خلتني عملت لها سندوتش جبنة بس وايه وخيار. يلا بينا نصب القهوة بتاعتنا علشان ناخد الاكل بتاعنا بقى وناكل بره نفطر. كنت بحسب النسكافيه كنت هاخد منك حق. هو ده اللي انت فالحه فيه في النسكافيه وخلاص على كده. سندوتش الجبنه بتاعها، يا تشرب نسكافيه تشرب قهوه وخلاص. يلا كل الاكل بتاعك وانا اخد الاكل بتاعي واخرج بره بقى الله، افطر ونشوف احنا ورانا ايه. بتاعك يا ماما مش متقطع زي بتاعي. انا مقطع بتاعي طويل، انت بتاعك قصير. قصير. ماشي، انا بتاعي طويل انت بتاعك قصير. يلا يا بنات نروح نفطر نشوف هنعمل ايه. وقولها بقى في التعليقات تاكل بيض عشان البيض مفيد. ايه الموضوع يا ولاء؟ وفي ايه وايه اللي حصل؟ بصوا يا بنات انا هحكي لكم كل حاجه. بصوا يا بنات، انا كنت كتبت تعليق في قناه اسمها قناة عيشي حياتك مع أم علياء. هي بصراحة قناة كويسة، وناس كتير جدا جدا مثلا بتستشيرها في حاجة، بتطلب رأيها في حاجة. فلو في أي مشكلة أو كده مثلا احنا بنكلمها، مثلا بتكتبيها لها وهي بتعرض مثلا ايه في القناة بتاعتها مثلا وترد عليكي. تمام. فأنا يا بنات كتبت تعليق مثلا إن أنا ايه، إن أنا مثلا بنتي الكبيرة في مشكلة بيني وبينها، وإن دايما أنا قاسية عليها، من صغرها يعني. و... وان انا مثلا نفسي ان انا اكون الام الحنينه عليها اللي هي تفتخر بيها، وان مثلا انا معاملتي معاها كده بس ما بعملش كده مثلا مع اخواتها. وان انا لحد دلوقتي مثلا لسه قاسيه عليها برضو في التعامل معاها. فانا عايزه نصيحه ان انا اتعامل معاها ازاي، اللي انا مش عارفه اتعامل معاها ازاي. تمام. فجاي كمية تعليقات وكلام كتير جدا جدا جدا، وبجد انا يعني اصطدمت صدمة عمري من كمية التعليقات اللي جات لي. بصوا يا بنات، انا اولا كتبت التعليق باسم قناتي عادي جدا جدا، وما عملتش بقى حساب جديد ودخلت كتبت بيه ولا الكلام ده، ولا خفت ان اي واحدة ممكن تقرا التعليق بتاعي وتكون ممكن انها بتتابعني مثلا فيبقى شكلي وحش قدامها والكلام ده، ولا الكلام ده خالص خالص. بدليل كمان ان واحدة متابعة ليا حبيبة قلبي اسمها مها، هي طبعا
طبعا شافت التعليق بتاعي ده هناك وردت عليا كمان. بجد بشكرك من كل قلبي ان انت رديتي عليا وكتبت لي تعليق بصراحة يعني بجد يجبر الخاطر. وبجد ربنا يا رب ما يحرمني منك ابدا ويجعله في ميزان حسناتك. وكل واحده كتبت لي تعليق كويس او دعت دعوه من قلبها فربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم ويهدي ولادكم ويصلح حالكم واحوالنا جميعا اللهم امين يا رب العالمين. اول حاجه انا عايزه اتكلم فيها يا بنات ان انا موضوع ان انا اتكلمت وقلت ان انا قاسيه على بنتي من صغرها لحد دلوقتي، ودي في نقطه معينه انا قاسيه عليها بس مش من القساوه اللي جات لي في التعليقات. انا كميه التعليقات اللي وصلتني ان مش قاسيه عليها، ده ان انا منزوع من قلب الرحمه تجاهها. يعني انا منزوع من قلبها الرحمه تجاه ولادها. ف انا معنى القسوة بتاعتي يا بنات، اولا انا بنتي وهي صغيرة كانت اول طفلة ليا، اي نعم انا فعلا يعني كنت بضربها وهي صغيرة وكده، بس مش ضرب زي ما في بالكم يعني، لا يعني طفلة وكنت مثلا كانت بتغلط كنت بضربها على ايدها مش عارفة ايه كده، كنت بشخط فيها وازعق لها. فدي بالنسبة لي القسوة اللي انا بتكلم عليها، ان انا كنت بضربها وبقول لها كده غلط، ان انا كنت بزعق لها، كنت بتعصب عليها لاسباب كتير بقى. يعني بيبقى في ضغوطات حواليكي بقى من كذا حاجة، فاهمني؟ وكمان أول طفل ده فأنت بتتعلمي فيه، بيبقى برضه أنت ثقافتك فيه مش قد كده، فبيبقى زي تجربة بالنسبة لك. فدي بالنسبة لي إن أنا كنت بقسو عليها، إن دي كانت قسوة ليه؟ أنا ما كنتش عايزة أعملها كده. أنا في طبعي بحب إن أنا أكون مثلا أنا مش عايزة أكون أم ليهم، مش عايزة موضوع إن أنا أبقى أم ويخافوا مني ويهبوني والكلام ده، لأ بالعكس تماما. أنا محتاجة إن أنا أكون صاحبتهم، أكون أختهم، تبقى معاملتنا مع بعض كده إن إحنا إخوات أصحاب، مش معاملة أم مع بنتها خالص. أنا دي مش حباها، إن هم يبقوا خايفين مني وما يتكلموش معايا، ما يفضفضوش ليا، ما يصارحونيش، ابقى الام بقى اللي بتعمل لها حساب ومش عارفه ايه وكده. في اوقات كتير لازم طبعا يعملوا لي حساب وكل حاجه، ولكن في الاغلبيه ان انا ايه نبقى اصحاب، انا وبناتي اصحاب، لان هم بنات فانا عايزه ابقى صاحبه ليهم، يحكوا لي على كل حاجه، ما يخبوش عني اي حاجه خالص، يعتبروني ان انا صاحبتهم ويفضفضوا معايا احسن ما يروحوا بره. دي كانت وجهه نظر ان انا لما ازعق لهم اقسى عليهم شويه هم هينفروا مني، فانا مش عايزه ده. فانا فعلا لقيت ده، يعني انا لحد دلوقتي مثلا انا بتعصب عليها في حاجات كتير. ليه؟ مثلا انتوا عارفين ما فيش ام ما بتتعصبش على اولادها، اكيد ولادها بيغلطوا بيعملوا حاجات غلط كتير، فكل ام بتتعصب على اولادها، بتعاقبهم ده صح ده غلط، وبتعاقبهم لما بيعملوا حاجه غلط بتعاقبهم، فاهميني؟ فانا محتاجه ان انا، لا انا عايزه ان انا ابطل موضوع العصبيه معاها ده كل شويه، ان انا ازعق، ان انا اتنرفز من اقل حاجه. اي نعم انا معترفه ان انا غلطانه وان انا عصبيه جدا زياده عن اللزوم، وان انا مش المفروض اكون كده، وان طبعي المفروض يبقى اهدى من كده بكتير معاهم. ففي نقطة بتقال ان انت كده بتفرقي وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي والكلام ده، انا ما بفرقش. ليه؟ لان انا قلت مثلا انا كده، بس انا مش كده مع اخواتها. انا وجهة نظري ايه في النقطة دي؟ ان ده مش طبعي، انا مش طبعي ان انا عصبية وقاسية ووحشة، بدليل ان انا مش كده مع اخواتها. ليه بقى ان انا مش كده مع اخواتها؟ مش ان انا بفرق بينهم بين بعض، لا، ان انا مثلا لما كنت بعملها معاملة وهي صغيرة، مثلا كنت بتعصب عليها، بقسى عليها شوية، بزعق لها، بضربها على ايدها، انا شفت ان ده غلط فحبيت ان انا اصلحه بعد كده مع اخواتها، فما حبيتش ان انا اعمل ده بعد كده. ان انا مثلا لقيت ان حاجه زي كده خلقت بيني وبينها شويه جفاء شويه، او خلقت بيني وبينها فجوه بسيطه كده بيني وبينها، فلا انا ما حبيتش ان انا امشي على النمط ده وعلى النظام ده عمري كله، ان انا امشي كده مع اخواتها كمان. فانا ما عملتش ده مع اخواتها، فمش ده معناه ان انا فرقت بينهم بين بعض، بالعكس انا بشوف مثلا على مدار السنين او الحياه، انت طول ما انت عايشه انت بتتعلمي وبتغلطي، بتتعلمي من غلطاتك. فانا مش الغلطات اللي انا كنت بعملها معاها هرجع اكررها تاني مع اخواتها، انا ما قررتش ده، انا ما عملتش ده، عملت ستوب على نفسي، ما بقتش اعمل ده. فده كلمه ان انا على العكس مع اخواتي، انا ما عملتش كده فعلا معاهم، ان انا ده مش طبعي ان انا دايما ازعق واضرب واعمل، لا خالص انا ما عملتش كده. ان انا شفت الحاجه الغلط اللي كانت فيها وبحاول قد ما اقدر ان انا اصلحها. طيب ماشي، دي نقطة اهي، نقطة ان انا ايه على عكس مع اخواتها، ان انا مش بعمل كده، يعني ان انا ده مش طبعي دايما ان انا عصبية وبضرب وبزعق ومش قاسية على طول الوقت.
وإن أنا قاسية عليها لحد دلوقتي في إيه، إن أنا قاسية عليها لحد دلوقتي مثلًا في الكلام، إن هي مثلًا من النوع اللي هي برضه بتتعصب عصبية، من النوع مثلًا هي بتعاند معايا، دايمًا تعاند لمّا آجي أقول لها على حاجة، من النوع اللي هي مثلًا ما بتكبّرش دماغها، من النوع اللي هي مثلًا إيه، إخواتها الصغيرين يعني بيحصل مشاكل بينهم وبين بعض، فهي مش من النوع اللي بتكبّر دماغها وتحس إنها الكبيرة العاقلة اللي مثلًا اللي هي إيه، تتعامل معاهم بعقل شوية، لأ. مثلًا بتعمل زيّهم، يعني مثلًا إيه دماغها زيّهم، تتعصب معاهم، تضربهم، تتخانق معاهم، مش عارفة إيه، أنا بافضل أقول لها أنتِ كبيرة، أنتِ الكبيرة، أنتِ اللي المفروض لو هُم عملوا حاجة غلط أنتِ اللي توجّهيهم، أنتِ الأكبر، أنتِ قدوة ليهم، هُم المفروض هُم بيتعلموا منِّك كل حاجة، بيشوفوكِ أنتِ بتعملي إيه وبيعملوا زيِّك، هُم ما كانوش كده، ما كانوش عصبيين، بقوا كده بسببِك أنتِ، بسبب إن بقوا يشوفوكِ بتتعاملي معاهم كده، فبقوا يعملوا زيِّك، فأنتِ لأ، طبعِك كده لأ غلط، لأ اعملي كذا، لأ كذا، ف فده دلوقتي النقطة اللي إحنا بنتكلم فيها، نقطة إنها بتقول لي: "يا ماما أنتِ بتحبيهم أكتر منّي، وكل حاجة أنا اللي غلطانة، أنا اللي غلطانة." عشان أنا باقول لها أنتِ الكبيرة، لإني لمّا بتيجي مثلًا تقول لي: "يا ماما هم ضربوني أو عملوا كذا، كذا." والله العظيم يا بنات أنا كنت باضربهم علشانها، كنت مثلًا أقول لأختها: "أنتِ عملتِ كذا، كذا ليه؟" طب واضربها فاهمين؟ فهي عايزاني كل مرّة يكلموها أضربهم، كل مرّة يكلموها أضربهم، أنتم فاهمين؟ وهُم أطفال صغيرين، أنا ما ينفعش أضربهم كل مرّة. فمرّة باضربهم ومرّة مثلًا باقول لهم إيه: "لأ كده غلط ما ينفعش ما تعملوش لأختكم كده." مش عارفة إيه، "ما تضربوش أختكم، ما تبهدلولهاش حاجتها." فتقعد تقول لي: "على فكرة أنتِ بتفرّقي، على فكرة آآ أنتِ قُلتِ هاضربهم وما ضربتيهمش، على فكرة أنتِ بتحبيهم أكتر منّي، على فكرة أنتِ كذا، كذا، كذا." أنتم فاهمين النقطة هنا في إيه؟ بتقول لي كده ليه؟ عشان دايمًا عايزة كل ما تقول لي على حاجة أنا أمسكهم أضربهم، فأنا مش عايزة هُم مش بهايم هافضل ماشية إن أنا أضرب فيهم، أنتم فاهمين؟ فمرّة باضربهم مثلًا كده وكده غلط وما تعملوهاش كده وما تضايقوهاش، ومرّة تانية أنا باتكلم معاهم بالراحة، مش كل مرّة هيغلطوا هاضربهم فيها، ما هو ده مش نظام ودي مش حياة، ودي مش قاعدة إحنا ماشيين عليها، أصل هُم مش حيوانات هيمشوا بالضرب طول عمرهم. فهي بتتكلم في النقطة دي إن أنتِ كده بتفرّقي، أنتِ بتحبيهم أكتر منّي، أنتِ كذا، أنتِ كذا، ليه؟ عشان لأ عايزاني دايمًا إن أنا أضربهم، كل ما يعملوا حاجة أضربهم، 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 ليه؟ طب ما أنا ما باضربكيش، أنا ما بامدّش إيدي عليكِ، أنا باشخط فيكِ مثلًا لمّا بتعملي حاجة غلط، لمّا بتضربي أخواتِك، لمّا بتعملي ممكن فعلًا لمّا كنت تضربهم جامد مثلًا وتقسى عليهم، كنت باضربها مثلًا أقول لها: "لأ كده ما تضربيش أخواتِك، كده كذا." واضربها أقول لها: "شُفتِ اتوجعتِ إزاي؟ زي ما اتوجعتِ كده أنتِ برضه وجعتيهم." أنتم فاهمين؟ فدي النقطة اللي أنا باتكلم فيها، إن أنا مش عايزة بقى إن أنا إيه أمد إيدي عليهم خالص، لا هي ولا هم ولا أي حد، عايزة يبقى في تفاهم بيننا وبين بعض، يبقى في راحة، يبقى في هدوء كده، بلاش الزعيق دايمًا والمشاكل في البيت، أنا من النوع اللي ما باحبش مشاكل في البيت دايمًا يا بنات، ما باحبش الزعيق، ما باحبش دايمًا يمسكوا في بعض ويضربوا بعض والكلام ده، أنا ما باحبش كده، أنا من النوع اللي أنا ما باحبش فيه دوشة جنبي وفيه عصبية كتير جنبي، الحاجة دي بتوترني وبتعصبني وما بابقاش عارفة أعمل إيه، فدي النقطة اللي أنا كنت باتكلم فيها، إن مش كل حاجة يبقى فيها ضرب، مش كل حاجة إن أنا أضربهم أو أعمل فيهم، وهاقول لكم على حاجة، تعليقات جات لي برضه بتقول لي: "أنتِ حرام عليكِ وأنتِ كده بتفرّقي وأنتِ كده أنا كان بيحصل ويحصل وهتكرهِك وهتعمل وهتسوي." يا جماعة، يا جماعة أقسم بالله العلي العظيم أكتر واحدة اتدلّعت في إخواتها هي بنتي الكبيرة توأم، أكتر واحدة شافت مننا هنا ودلع من الكل كُلّه، من أمي ومن أبويا ومن أخواتي، كانت هي أول حفيدة في العيلة والكل كان طاير بيها وكان فرحان وكان مبسوط، والله العظيم إخواتها اتظلموا جنبها جدًا، 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 إخواتها لمّا اتولدوا كانوا إخواتي اتجوزوا كانوا خلاص بقى اتشغلوا وبدأوا إن هم يخلّفوا، فكان الاهتمام كلّه كان بيها هي الأول، بعد كده إخواتها ما فيش، يعني اتدلّعت دلع والله سبحان الله، يعني أكتر واحدة جالها لبس وأكتر واحدة بييجي لها لبس لحد الآن، أنا بنتي طلباتها كلّها مُجابة، طلباتها كلّها أوامر، عمري في حياتي ما بخلت عليها بحاجة، أدام في استطاعتي وفي مقدرتي أنا ما بابخلش سواء ليها أو سواء لإخواتها، وما بافرّقش لا بينها ولا بين إخواتها، باعدل دايمًا في كل حاجة أنا وباباها، دايمًا اللي بيعوزوه بياخدوه، والله العظيم تُقى بنتي دي الوقت اللي إحنا فيه ده أكتر واحدة بتصرف مصاريف عن إخواتها كمان، بتاخد مصاريف وهي ماشية على المدرسة، وساعات وهي رايحة الدروس مثلًا أقول لها خدي معاكِ كذا وهاتي لِك حاجة كليها وأنتِ برّه، لو هي ما أكلتش حاجة في البيت، لو محتاجة حاجة ودّيها، أنا عايزة أجيب كذا بادّيها، عمري ما بخلت عليها في حاجة، أدام في مقدرتي في استطاعتي باجيب لها كل اللي هي عايزاه. والله العظيم أكتر واحدة أنا باجيب لها لبس في إخواتها، لدرجة إن إخواتها بيزعلوا وبيقولوا لي: "يا ماما أنتِ بتجيبي لها أكتر مننا."
اقول لهم لا، هي الكبيره وهي بتحتاج لبس كتير عشان هي بتخرج بتروح دروس وتروح هنا وهنا، هي الكبيره لازم يكون عندها لبس كتير، انما انتوا صغيرين كده كده اللبس اللي بيصغر عليها انتوا بتاخدوه. وفي نفس الوقت برضو انا بجيب لهم وما بزعلهمش، يعني بجيب لهم برضو كل حاجه، ولكن هي بتكون مميزه شويه في موضوع اللبس والمصاريف والحاجات دي. يعني مش ان انا وحشه معاها، او ان انا الام الغبيه، او الام اللي منزوع من قلبها الرحمه، او الام اللي بتفرق ما بين ولادها وكده. انا عمري ما كنت كده ولا عمري هكون كده. انا ممكن خني التعبير شويه في الكتابه اللي انا كتبتها في التعليق، ولكن ده يعني انا كتبته ب... بايه هقول لكم، يعني بنيتي انا، بنيتي انا، يعني مثلا ايه القسوه دي بنيتي انا هي ايه. فزي ما قلت لكم القسوه دي بالنسبه لي انا، ان انا زعقت، ان انا كنت بضرب على ايدها، ان انا مش عارفه ايه، ان انا بشخط فيها كذا. مش ان انا ام بقى جاحده بقى، وان انا كل شويه اضربها بقى واقلع شعرها واعمل واسوي، بالعكس تماما. هي بلسانها بتيجي تقول لي والله العظيم يا ماما، ده انا اصحابي بيحكوا لي وبيقولوا لي ان مامتهم بتعمل فيهم، بتضربهم بتموتهم وبتعمل فيهم كذا وكذا وكذا لما بيعملوا حاجه غلط ومش عارفه ايه. بقعد اقول يا لهوي، لا ده انا امي الحمد لله، ده انا امي حنينه، ده انا امي غلبانه، ده عمرها ما ضربتني ولا زعقت لي على مذاكره ولا ضربتني على مذاكره ولا على حاجه، الحمد لله الحمد لله. شفتي بقى، شفتي الامهات بره بيعملوا ايه؟ انا عمري ما بمد ايدي عليكي ولا عمري بعمل لك حاجه، عمري ما مديت ايديا عليكي. فشفتي بقى الامهات بره بيعملوا ايه؟ تقول لي اه لا يا ماما الحمد لله. لا، ده انا والله لما اصحابي بيقولوا لي كده، ده انا ببقى يا لهوي، بقعد اقول يا لهوي وببقى زعلانه جدا، وبقول الحمد لله انا امي مش كده. فيا بنات، يا بنات مش يعني ما ناخدش بالظاهر. حتى يا بنات خلوا، حتى اقول لكم على حاجه، خلوا حتى لو في ام كتبت كده، خليها تكتب مثلا ام مثلا غلطت نفسها ورجعت روحها ولقيت انها غلطانه في انها بتقسى على اولادها وفي مشاكل وهي مش عايزه ده وعايزه انها تتغير، وكتبت التعليق ده، فايه القيامه بتقوم ليه؟ ليه الكل بيعمل عليها وبيجي عليها؟ يا جماعه، يا جماعه احنا في وقت مش مستاهل، مش مستاهل. يعني نحاول نخفف عن بعض شويه، دنيا مش مستاهله. واحده انتوا شايفين انها حاسه بالظلم على اولادها وعايزه انها تتغير، ساعدوها انها تتغير، يا تقول لها كلمه حلوه تساعدها انها تتغير، يا ما تتكلموش خالص. فهمتوني؟